هضرب مثال تاني، بس المثال ده خدمي. كنت برضه بتناقش مع واحد صاحبي، ودي حاجه انا كنت بفكر ان انا اعملها. هو عايز يعمل براند او يعمل شركه خدميه بتقدم خدمات ليها علاقه بالماركت بالسوشيال ميديا، تمام، وان هي تمسك تسويق وتمسك السوشيال ميديا الخاصه بشركات وهكذا، تمام، ماركت تسويق بشكل عام. فكنا بنتكلم انا وهو، فبيقول لي ان هو عايز يتميز او تبقى البصمه بتاعته في الشركه، او الحاجه اللي هو يتميز بيها، او المشكله اللي هو يحلها بالنسبه لاصحاب المشاريع اللي محتاجين ناس او شركات تمسك لهم الماركت وتمسك لهم صفحات السوشيال ميديا الخاصه بيهم، انك تروح زارع حته سيلز في الموضوع، تزرع حاجه ليها علاقه بانك تحقق مبيعات، او بطريقه ما، مش هقول تضمن، ولكن تساعد اصحاب الشركات اللي هتتعاقد معاك في تحقيق مبيعات. ودي مشكله انا واجهتها مثلا في بدايه شغلي خالص، ان انا شفت شركه ناس شغاله ميديا باير، تمام، تمسك لي السوشيال ميديا وتمسك لي الماركت الخاص بالشركه وصفحات الشركه، وينزلوا بوستات ويرفعوا لي اعلانات و بس في الاخر، انا في اخر الشهر مثلا انا ما لمستش، او ما كانش في بصمه او تغيير جذري حصل. ايه يعني بتنزلوا بوستات؟ طب ما انا كنت بنزل بوستات، يعني قبل ما تيجي انا كنت بنزل بوستات، بتكتبوا محتوى، ما انا قبل ما تيجي كنت بكتب محتوى، ترفعوا اعلانات، ما انا قبل ما تيجي كنت برفع اعلانات، ما فيش بصمه، ما فيش لمسه، تمام، اقدر اكمل معاكم عشانها، تمام. فكانت الحته المميزه ان انت تحقق